رجعنا لحضراتكم مرة تانية. المشكلة اللي هنعيشها دلوقتي والمشروع اللي اتعمل بخصوص المشكلة دي هو هم ناس كتير جدا، وانا شخصيا من الناس اللي فعلا دي مشكلة بتمثل لي انا هم شخصي. ما بشوفش طفل في الشارع بيعاني او قاعد مش شايفه له انه له اهل او انه له بيت، لانه بيبقى تواجد في نفس المكان ده تقريبا بيبقى باستمرار. لو انتم بتعدوا من على اماكن بعينها هتلاقوا انه نفس الطفل موجود في نفس المكان او اكتر من طفل. ما بشوفش على صفحات التواصل الاجتماعي طفل تاه من اهله او مختفي الا لما ببقى بفكر فورا انه ايه مصير الطفل ده. انا شايف ان المشكله عماله تزيد ولازم يكون في حلول جذريه من الدوله. ممكن تكون ايه هنشوف دلوقتي، وازاي ممكن يبقى في تواصل حقيقي. طبعا اللي بنقوله ده مشروع وفكره مقدمه او فيلم عن الاطفال دول، لكن هل هتتنفذ او هل هنوصل لحل نقدر نتواصل بيه مع الدوله بشكل حقيقي ونبتدي يبقى في اجراءات حقيقيه؟ بس على العموم هي فكره هنناقشها دلوقتي حالا ونتعرف على اصحابها. النهارده بيشرفنا وبيسعدنا في برنامج دانتيل دكتور حسن الزواوي، مدرس بعدد من كليات الاعلام. اهلا بحضرتك يا دكتور، نورنا جدا. ومعانا رانيا، هي طالبه خلاص خلصت يعني، بس احنا بنقول كده مجازا طالبه، رانيا ناصر، وهي بتمثل مجموعه هم القائمين على المشروع. ازيك يا رانيا؟ اهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. طيب دكتور، حضرتك طبعا بما ان حضرتك بتدرس في كليه الاعلام فبيجي لك عدد من المشروعات، مشروعات التخرج. بس حضرتك بما انك متواجد معانا هنا النهارده اكيد المشروع ده كان مختلف. لا، هو مش بيجي لي عدد من المشروعات، احنا بنبدا السنه عندنا مشروع تخرج، ماده اسمها مشروع تخرج. يعني الدفعه كلها بتعمل نفس المشروع؟ لا، انا بعرض عليهم، بقول لهم يا جماعه في بدايه السنه الدراسيه بقول لهم احنا هنعمل السنه دي عدد من مشروعات التخرج. حضرتك اللي بتقترحها يعني؟ ولا انا بقترح من عندي، وبعد كده بسيبهم هم كمان لو عندهم افكار ثانيه يقولوها. فبقول لهم احنا عاوزين نعمل مشروعات تخرج السنه دي، والمشروعات تكون مرتبطه بالمجتمع ومرتبطه بمشاكل المجتمع ومشاكل البيئه. فانا المشروعات اللي عندي اللي بقترحها عليكم هي مشروعات على الفئات المهمشه. يا ريت لو نقدر نلقي الضوء عليهم ونعملها بشكل درامي، عشان اكتر حاجه بتوصل للناس هي العمل الدرامي، وبشكل جميل يؤثر في الاخرين وممكن يخليهم يتعاطفوا مع القضيه اللي احنا بنتكلم فيها. تمام. فكان من ضمن المشروعات ديت احنا كنا عملنا عن حاجات عن سرطان الثدي ماموجرام، وعملنا عن اطفال الشوارع، وعملنا عن التعايش بين الاديان، ان مصر بلد بتستوعب كل الاديان. وجبنا لجان تحكيم، وعملنا حاجات عن المخدرات، وجبنا لجان تحكيم من الخبراء الاعلاميين علشان يقيموا الاعمال ديت فنيا، وكمان نعرف مين الفائز بالمركز الاول والثاني. فهم كانوا من الفائزين بالمركز الاول فيلم اسمه سيمونيوم عن اطفال الشوارع. واخترنا اطفال الشوارع بالتحديد لما قلنا على ان احنا دي فئات مهمشه، وكانت فكره بنت عندنا اسمها مي فكرت دوت واقترحته عليا، لقيته فكر جميل، يا جماعه اعملوه. قعدوا يعملوه كذا مره رايح جاي لغايه لما لا مش كويس السيناريو، لا نصلحه. ان هم بيعملوا كل حاجه من ورشه عمل طبعا بيشتركوا فيها. أيوة، كلهم مع بعض. بنتقابل كل اسبوع، بنقعد مع بعض نعمل ورشه عمل، نتفق ايه اللي هنعمله. قلت لهم من البدايه الشغل معايا يبقى فيه مرمطه، فيه بهدله، فيه نزول في الشارع، فيه طبعا تصوير، فيه اخراج، فيه مونتاج. ده الاعلام كله على فكره. رانيا دي لازم ان شاء الله مستقبلك تبقي يعني واخده بالك ان هو مستقبل الاعلام لازم في طبعا حاجات لازم تقومي بيها علشان تبقي كل بقى اللي هم درسوه في 3 سنين ونص في الكليه بيعملوه في الترم الثاني يجسدوه بقى. يعني بيبقى مشروع منتج بقى بيخرج في المنتج النهائي بقى. انت درست اعلام السنين دي كلها، طب فين المنتج بتاعك؟ فين شهاده مؤهلاتك اللي تقول ان انت تصلحي تكوني اعلاميه تعمليه دوت؟ فكل مجموعه اختارت الجروب اللي يتمشى مع بعضها مع افكارهم اللي هيعملوها، اللي هيعملوا الماموجرام سرطان الثدي متفاهمين مع بعض، عملوا جروب اللي هيعملوا اطفال الشوارع، اللي هيعملوا عن الاديان، اللي هيعملوا عن المخدرات، اللي هيعملوا فكل مجموعه جابت الاسماء وكده. لكن هم فازوا بالمركز الاول. فازوا بالمركز الاول. لما انتوا اخترتوا موضوع اطفال الشوارع، يعني انا عايزه اعرف بس ليه تم الاختيار الموضوع ده تحديدا، واكتر موضوع يمكن حسيتوا ان هو لا عايزين تعبروا عنه؟
عايزه اقول لحضرتك ان فكره اطفال الشوارع دايما عندنا في مصر بنبص لها ان هو سلاح بيهدد المجتمع. احنا بنبص لها من الناحيه السلبيه فقط، لا احنا عايزين بقى نبص لها من الجانب الايجابي. الاطفال دي ليها اهتمامات، ليها متطلبات، نفسها اللي هي تعيش عيشه كريمه، نفسها اللي هي تكون زي اي طفل عادي متواجد في المجتمع المصري، بتحلم ان هي يكون عندها فرصه في التعليم، نفسها اللي هي تلبس لبس كويس، تعيش أكيد. عيشه كويسه، تعلم تعليم كويس. احنا دايما بنقول ان اطفال الشوارع شايفينهم ان هم خطر بيهدد المجتمع، لا احنا عايزين بقى نبص لهم النظره الايجابيه بدل ما احنا دايما بنبص لهم النظره السلبيه. احنا ممكن نهتم بيهم، نهتم بالاطفال ديت، نطلع منهم الموهوبين في المجالات المختلفه، نبتدي ان احنا نستفيد منهم في المستقبل بدل ما هم بيهددوا سلاح، بدل ما هم عفوا بيكونوا سلاح بيهدد المجتمع، لا احنا ممكن نستفيد منهم كطاقه ايجابيه يعني كعنصر بالظبط. بشري انا لو إيجابي. كلمت بس في جمعيات اهليه على فكره اشتغلت على ده كتير، بالظبط، وفي مبادرات زي مبادره المايسترو شيرين سحاب، هو اهتم باطفال مصر، قدر اللي هو يطلع منهم نماذج مبدعين في مجالات مختلفه سواء في الغناء او التمثيل، يعني قدر اللي هو يفيد منهم المجتمع بدل ما هم ناس بتهدد المجتمع، لا احنا نستفيد بيهم. عايزه اقول لحضرتك اللي احنا دايما في مصر بنحمل الاطفال دي جزء كبير جدا، لا احنا لازم نتحمل معاهم. الاطفال دي محتاجه رعايه، الاطفال دي ما اختارتش مصيرها، الاطفال دي هي اصبحت لقت نفسها في يوم من الايام طفله من اطفال الشوارع لسبب ما، لظروف اسريه متفككه. لا احنا مسؤولين، عايزه اقول لك كمان انه مش بس تقولي ده، انا شايفه انه في احنا قدر من المسؤوليه، احنا مسؤولين عن هؤلاء الاطفال زي اي دوله، في مسؤوليه بتقع علينا تجاه الاطفال دول. حضرتك الصعوبات يعني حضرتك اكيد كانوا بيلجأوا لك كل شويه علشان في صعوبات بتواجههم كفريق عمل، كانت ايه اكتر؟ هنشوف طبعا جزء من الفيلم واحنا بنتكلم، هيبقى الفيلم له اهو. الصعوبات حضرتك اللي كانت بتواجههم اثناء يعني اشتراكهم في هذا المشروع كانت ايه؟ التصاريح ان احنا هنصور في الشارع، فالتصاريح دي كلها مهمه جدا ان احنا ناخد تصاريح. وكانت في الدكتوره سميه عرفات رئيسة قسم الاعلام، صراحه كانت بتيسر لنا كل شيء في الكليه، وكان لما احنا بنروح لها عشان نطلب منها تصاريح عشان نصور في المكان الفلاني، عشان نروح هنا نروح هنا، اي مكان كانت بتدينا تصاريح ديت وبتزكيها، وبعلاقاتها كمان بتتصل لنا بناس تقول لنا روحوا لفلان هو هيمشي لكم الامور ديت، روحوا لكذا هيمشي لكم الكلام ده. دي بنت فعلا حقيقيه ولا ممثله؟ لا هي مش ممثله، هي حد احنا نعرفه. بس كويس قوي ان حضرتك قدرتي تشوفي ان البنت دي تكون ممثله، كون انها تقنعك ان هي ممثله، يعني معنى كده انها بارعه. لا هي ما انا عشان كده لا دي نجاة بطله الفيلم بتاعنا، حد موهوب جدا وقدر اللي هو يمكن السبب الاساسي والرئيسي في نجاح الفيلم بتاعنا. احنا دربناها، معايا زميلتي امل اشتغلت مع نجاة فعلا. انتوا قابلتوها ازاي؟ انا عايزه اعرف القصه بتاعت نجاة. لا هي نجاة يعني من اسره بسيطه احنا نعرفها، هي من اسره بسيطه، واحنا كلمناها ان هي تكون مشاركه معانا في ده معناه انه في اطفال عندهم مواهب واحنا ده اللي بقول لحضرتك عليه ما نعرفش عنهم حاجه. البنت تكاد تكون فعلا من اطفال الشوارع. انا مش عاوز احكي ظروفها عشان ممكن تكون هي بتسمعنا، لكن هي ظروفها صعبه. جابتها بنت من الطلبه اللي في المجموعه امل، اسمها امل، بنت هايله جدا. يعني المشهد ده اصلا مؤثر جدا. هي ابتدت اللي هي تخش المدينه الفاضله، المكان اللي بتحلم اللي هي تعيشه، هو بيتمنى اللي هو يعيش عيشه راقيه، يتمنى اللي هو يحقق احلامه ويلعب زي اي طفل عادي، يلبس لبس كويس وهكذا. يعني مشهد فعلا مؤثر، يعني انا متخيله فعلا كل طفل واحنا في وقت كمان خلاص العيد بيقرب، تخيلوا كل احساس طفل من دول لما بيشوف اهله حواليه، ناس نازله تشتري هدوم عيد وناس نازله تفسح اولادها، وتخيلي احساسه. من الاختبارات اللي عملتها للبنت لما هم جابوها لي، جابوها الاول عشان حضرتك تشوفها وتشوفها مع الدكتور اول باول. فالاختبارات قلت لها انت هنعتبرك ان انت بنت من بنات الشوارع، وبعد كده محرومه، فلقيتي واحده بتاكل سندوتش جايباه من محلات الفخمه الكبيره، فبتاكل وبتسيب بقيه السندوتش وبترميه مثلا في الزباله، فانت هتروحي تتلصصي من غير ما حد يعني ياخد باله منك، وتروحي واخده السندوتش دوت عشان تكمليه وتاكليه، وهو ده اللي بيحصل في الواقع. فشوفي هتعملي الكلام ده ازاي. صراحه البنت عملت دوت وباداء رائع جدا، كلنا عجبنا ده وكلنا سقفنا لها من الاداء بتاعها الجميل، وقلت لهم لا هي دي اللي هنشتغل معاها. مش بعيد نلاقي نجاة بعد كده بقت ممثله. لا هي برعت يا دكتور كمان في الفيلم، لان حضرتك الفيلم بتاعنا صامت، بيعتمد على رياكشنات الوش بشكل هي رانيا دلوقتي قايمه بدور واحد ضرير، وهي البنت بتنقذه من ان هو كان هيخبط في عربيه،
فالبنت عندها كمان نوازع طيبه كويسه كتيره قوي. بالظبط. الفكره الاساسيه اللي اشتغلتوا عليها يا رانيا اللي هي الحرمان او ولا التطلع للمكان احسن، يعني وجمعتوا احنا بعاد عن العالم ده بشكل حقيقي، احنا بنبص الاطفال ونتعاطف معاهم في الشارع، لكن لما بتدخلي بقى في حاجات اكيد بتصدمك انت ما كنتش متخيلاها، فبتغيروا طبعا للحكايات الحقيقيه شويه حاجات. ايه الحاجه الاساسيه او الفكره الاساسيه اللي اشتغلتوا عليها؟ عايزه اقول لحضرتك الاسم الفيلم بتاعنا اسمه سومينيوم. سومينيوم معناها الحلم باللغه اللاتينيه. فاحنا عايزين نجسد في الفيلم بتاعنا حلم اطفال الشوارع اللي هم نفسهم يحققوه، هم نفسهم. طب ليه ما سميتوش الحلم باللغه العربيه؟ كنا يعني عايزين نعمل حاجه فيها يعني اسم يشد. يعني الناس اللي احنا معانا اسماء برضو في يعني لو حضرتك بتسمعي الحلم هتفرج على الحلم ممكن ما يجيش، لكن لما تسمعي سيمونيوم يعني ايه سيمونيوم هتبتدي تسالي اصلا معنى الاسم ده ايه. ويمكن هو ده اللي يخليكي يجرك الاول. احنا عاوزين جر الرجل، وبعد جر الرجل لما يشوف الفيلم هيعجبه، انا متاكدين من ده، بس ايه اللي هيجر رجله الاول؟ الاسم المتميز. المشاكل اللي انتوا ركزتوا عليها كانت في الفيلم، والبنت طبعا ما شاء الله عليها موهوبه جدا، بس لما كنتوا بتتكلموا معاها انا متخيله ان هي كانت بتضيف لكم حاجات يعني لانه في حاجات حقيقيه. احنا زي ما قلت عايزه اقول لحضرتك ان احنا التصوير بتاعنا كان خارجي، يعني احنا صورنا في بيت واحده زميلتنا وباقي التصوير كان في اماكن خارجيه. كنا احنا المفروض بندربها على الاداء التمثيلي قبل ما تخرج معانا. نجاة انت هتعملي كذا، الدور بتاعك هيبقى كذا. كنا بنفوجئ بيها وهي بتصور معانا، كانت بتعمل حاجات لاول مره يعني لاول مره، وبتطلع منها بشكل مبدع وبشكل لطيف، وبتضيف للمشاهد بتاعتنا وبتضيف للفيلم بتاعنا. فهي لا هي ما شاء الله عليها تألقت، خاصه ان هي كانت بارعه في توصيل الفيلم بتاعنا، لان الفيلم صامت وبيعتمد على رياكشنات الوش بتاعتنا. فهي وصلت الفيلم برياكشنات الوش. حضرتك لو تشوفي المشهد اللي هي بتكلمني فيه وبتنقذني وانا طالعه حد ضرير مش شايف، هي فوجئت برياكشنات الوش بتاعتها وقدرت اللي هي توصل الرساله يعني. حقيقي انا شفت ما شاء الله حاجه بروفيشنال جدا يعني. وكنا عاوزين كمان الرساله المهمه قوي ان اي فيلم بنعمله لازم يكون فيه رساله اعلاميه من وراه. فالرساله الاعلاميه كانت من ورا دوت. احنا عاوزين نغير المفهوم عن اطفال الشوارع. مفهوم اطفال الشوارع يعني احنا بنشوف حد من اطفال الشوارع موجود قاعد على الارض هنا قاعد على الرصيف، كل الحكايه ان احنا نطلع قرشين ونديها له. يعني حاجه من الاثنين بتحصل، يا بتبعد عنه كانه حاجه يعني موبوءه او بتاع في مشكله، يا اما بتتعاطف معاه واخرك هتديله فعلا اي حاجه اللي فيه النصيب. لا هي لكن هم مش ده اللي عايزينه اصلا. لو حضرتك تاخدي بالك هي كانت حاطه طبق بيتحط فيه الفلوس. لما وقع قدامها الورقه اللي فيها سمايل حطت الطبق تحتها عشان مش هو ده القضيه عندها. هي قضيه هي طفله في الاخر، هي طفله مش صنايعي ولا واحد بيفكر في ناحيه ماديه. هي زي اي طفله زيها في سنها، عاوزه تعيش سنها، عاوزه تحلم، عاوزه يبقى عندها تطلعات. فاحنا عاوزين نقول يا جماعه اطفال الشوارع مش القضيه عندهم بس ان انتوا تدوهم فلوس وان انتوا تدوا لهم قرشين وتمشوا. لا، محتاجين الحنان، محتاجين الطبطبه، محتاجين الكلمه الحلوه، محتاجين ان احنا لو نقدر فعلا ناخد بايديهم ندخلهم مدرسه، نساعدهم ان هم يذاكروا. ما انا هقول لحضرتك حاجه، في دور تاني باكد عشان مش احنا مش قاعدين بس بنقعد نقول كلام ما ينفعش يبقى له في الفراغ. في دور على الدوله، هي مسؤوله عن هؤلاء الاطفال، ولازم فعلا يبقى في جهه تنظيميه تنظم تواجدهم في الحياه وفي الشارع، ولانه ده حق من حقوق الطفل في العالم كله مش في مصر بس. وجزء احنا اللي هو زي ما بنقول المجتمع المدني. الفيلم اللي اتعمل ده يا رانيا هو رساله، بس اكيد لما دخلتوا فيه مش هيقف عند كده بس. يعني انا متصوره ان انتوا من الفيلم ده قررتوا انكم تكملوا في حاجه تانية، انا مش عارفه ممكن تبقى ايه. متفقين ان بعد العيد ان شاء الله هنقعد مع بعض تاني وهنعمل مبادره عن اطفال الشوارع برضو من خلال فيلم ومن خلال ان احنا نوعي المجتمع اكتر. فهيبقى نفس الفريق بتاع سيمونيوم. هل ممكن يبقى في تواصل مع جهات ما مثلا المتخصصه في الاهتمام بالطفوله في مصر او بالاطفال في مصر، المجلس القومي للامومه والطفوله مثلا او غيره، ونبتدي نحط اليات معينه ويبتدي يتم التعاون؟ يعني انتوا فكرتوا في انه في حاجه بشكل رسمي شويه؟ اشتغلنا على الجانب المدني يعني بشكل كبير، اشتغلنا على الجانب المدني اللي احنا مثلا خلصنا الفيلم متواصلين مع نجاة، بنبتدي اللي احنا ندعمها ماديا، بندعمها معنويا، يعني احنا متواصلين معاها. ده اللي احنا نجاة فرد بالظبط. في بقى شوفوا كم يعني ألف حد مثلا كله يعمل نفس النظام. احنا بنعمل حاجه وبنبتدي اللي احنا نكمل فيها في المستقبل. فيا ريت زي ما حضرتك بتقولي كله بقى يكمل، سواء على الدوله جزء، على الدوله جزء، على المدنيين بشكل كبير، وهكذا عشان نقدر ان احنا نحقق التكافل. هو المطلوب مننا احنا مش هنقدر نساعد اطفال الشوارع كلها أكيد. لكن لما بنقدر نعمل عمل اعلامي وعلى قدر ما بيكون العمل ده ناجح وعلى قدر ما بيكون العمل ده مبهر
بيكون نموذج ان الناس تحتذي بيه او يلفت النظر حتى على الاقل. يعني احنا لو قدرنا من خلال الفيلم ده نلفت النظر ان اطفال الشوارع مش قضيتهم كلها بس ترمي لهم قرشين وتمشي، انك تطبطب عليهم، انك تسيبهم يحلموا، انك تعيشهم زي الاطفال اللي في سنهم، يعيشوا في سنهم. بس هو في جزء من مشكله اطفال الشوارع على فكره اهلهم كمان. يعني انت حضرتك بتتكلم مش عن وعي للطفل او بس مجرد مساعده حتى حياتيه للطفل، حضرتك محتاجه تاخد انه الاهل نفسهم تاخدهم وتبتدي تتكلم معاهم انه ازاي يبقى عندهم استيعاب للطفل ده، لانه احيانا بيبقى هم السبب يعني مركز طرد من البيت، مش ممكن بيضربوه بيعاملوه معامله قاسيه وهكذا. هو في نفس الوقت الام اتجوزت واحد تاني، الاب اتجوز واحده تانيه، فده الخلافات كده هو. لكن لازم نلاقي اليات للناس دي. وفعلا ما زي ما رانيا بتقول هم قنبله موقوته. يعني الاطفال دول لما بيبقوا قاعدين حوالين المحلات الفاخره وبقى كده شايفين الاب والام جايبين اولادهم وبيتحايلوا عليهم ياكلوا دي ولا ياكلوا دي ولا ياكلوا دي وهم مش لاقيين ياكلوا اصلا، فطبعا بيطلع حاقد على المجتمع. صح. فانا لو ما خدتوش يعني احتضنته واديته الرعايه الكافيه، هيطلع اي حد يقول له خد القنبله دي وديها هنا، هو هيعملها. خد اعمل دي هنا، هو العداله الاجتماعيه. نرجع تاني نتكلم تاني في العداله الاجتماعيه اللي احنا بنقول انه لازم تبقى على كل، لازم الولاد دول يبقى لهم تامين صحي، ولا يبقى لهم مدارس كويسه يدخلوها يتعلموا تعليم فيها جيد، على مش هقول يعني تعليم جيد جدا، هقول جيد معقول، يكون ليهم يعني هو سؤال مبلغ مادي. ليه ما يكونش حد من رجال الاعمال الكبار اللي قاعدين يعملوا اعلانات عن القرى الفاخره اللي احنا قاعدين نشوفها في رمضان، اللي احنا مش عارفين مين في مصر اللي بيسكن في الاماكن ديت اللي هي فيلا ب3 جناين، فيلا بالك بقى بالفعل. يعني اصبح دلوقتي اللي بيسكن في فيلا بجنينه واحده ده يعني ده انسان مسكين. لا وهم لو تبنوا حاجه زي كده هيستفادوا هم في المستقبل. يعني لو راجل اعمال يعني يتنازل عن جنينه من 3 يتنازل عن جنينه من 3 وياخد يعني مجموعه من الشباب دول او من الاطفال دول ويعمل لهم مشروع منتج يعني اعلانات تكلفت يعني ملايين الملايين، في حين انه كان ممكن. ده بالاضافه انها مستفزه، ده بالاضافه انها مستفزه، مش اعلانات عاديه، مش بينا عن شقه، ده بينا عن فيلا ب3 جنيه. الناس مسكينه فعلا، تعمل ايه؟ طيب نطمع ان الفيلم بتاعنا ده نقدمه في لسه ده اللي كنت هساله حضرتك. احنا هنا من خلال الاعلام، خلال قناتنا قناه العائله، بنلقي الضوء طبعا على الفيلم ونقول يا جماعه ان احنا عايزين الفيلم ده يتشاف في كل حته. انتوا كمان ناويين بعد كده تعملوا ايه اخر حاجه؟ علشان عايزه اقول لحضرتك ان احنا كانت في اضافه بس احنا غيرنا، لان احنا في البدايه الدكتور كان عايزنا نعمل افكار مختلفه، عايزنا نعمل حاجه فيها جديد، فعرض علينا مجموعه من الافكار بس هي مش مصريه، مجموعه الافلام قصيره مش مصريه، فابتدينا ان احنا نشوفها ونستفيد منها ونشوف وجهه نظرهم ماشيه ازاي بحيث ان احنا نقدم حاجه جديده. فكانت رؤيتنا جديده في الفيلم بتاعنا قدموه فاحنا كنا عاملين جزء اخر للفيلم بتاعنا ان شاء الله هنكمله، ان احنا بنبتدي نعمل دور التنميه. عايزين نوصل اللي بيتفرج اللي انت لازم بقى يكون ليك دور ايجابي. عايزه الفيلم ده ينتشر في كل حته يعني لازم يكون ليك دور ايجابي. لو راجل عمال ياخدوا كده يوزعوا قنوات زي ما ابتدينا ان احنا ندخل نجاة مدرسه ونبين اللي بيشوفنا ان هي عايزه تتعلم وازاي حريصه، وفي الاخر اللي هي طلعت الاولى وخدت. مش نهايه الفيلم ان احنا نسيب البنت تحلم وخلاص، احنا ليه ما نمسكش بايديها ونخليها تعمل وبعد كده نحقق لها الحلم ده، حتى اضعف الايمان ندخلها مدرسه ونقعد نذاكر لها. ما هو ده دور المجتمع المدني ان هو يعمل كده، وبعد كده ديننا بيحسنا على ده. صح. لا يعني وما نبقاش مصريين الا لما نكون كلنا في تكافل بيننا وبين بعض. انا سعيده جدا بوجودكم معانا، وسعيده جدا ان انتم كطلبه كمان ابتدوا تفكروا في مشاكل حقيقيه بتدوروا على حلول. انا بتمنى بس انه ما يبقاش فيه معوقات كتير، يعني بتمنى انه يا رب على الاقل الناس حتى لما تبقى عايزه تساعد معوقات قليله، مش ما فيش معوقات خالص، يعني يعني انا بقول يا رب حتى لما الناس تحب تساعد تلاقي دعم زي ما حضرتك قلت في رجال اعمال كتير. اتمنى ان هم يشوفوا يعني الفكره الحديقه بس. والله اتمنى برضه من خلال برنامج حضرتك اللي انا اوجه رساله ليتي يبقوا مهتمين بالشباب. يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان السنه دي سنه الشباب، يا ريت تكون بالفعل سنه الشباب. اتمنى ان كل الشباب ياخد فرصه في الشغل يا رب. بشكر حضرتك دكتور حسن الزوابي، طبعا مدرس بعدد من كليات الاعلام، شكرا جزيلا. طالبه المتميزه. وهي بس عايزه اقول اخر حاجه انه بالنيابه عن زمايلها، يا رانيا متواجده معانا، رانيا ناصر، ده كان مشروع بالنيابه عن زمايلها. وبشكر طبعا كل زمايلها وزملائها اللي شاركوا في العمل الجميل ده، وكل المشروعات الثانيه كمان ليهم كل الشكر، بس عشان هم طبعا ما كانش ينفع يبقوا موجودين. نشكر نجاة كمان، وطبعا نجاة الجميله، شكرا، انت موهوبه جدا يا نجاة على فكره، عايزه اقول لكم هيبقى ليكي مستقبل باهر، وكل اللي زي نجاة بس لسه ما لقوش الفرصه يا رب. شكرا لكم على متابعه الفقره. نخرج بقى من الفقره اللي كنا بنتكلم فيها جد، اللي هنشوف بقى فقره العيد زي ما قلنا بقى، ازياء العيد. هتشوف حاجه مختلفه شويه ومتميزه مع زينب الكناري وهند فاضل بعد الفاصل.